زمان لما كانوا بيعملوا الكحك كانوا بيقدحوا السمن قوي 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 لحد ما يجي ينزل على الدقيق ويفور كده في الدقيق ويعمل تش كده. مش هقدر اقول لكم ان الطريقة دي غلط ولا الطريقة دي صح، بس كل اللي اقدر اقوله لكم ان الطريقة دي يعني بتحمى جدا جدا على المعدة وبتبقى تقيلة جدا جدا على المعدة. في ناس عرفت ده وغيرت الطريقة دي للكحك وبقت تعملها بطريقة تانية تبقى أخف وأسهل كمان، وفي ناس لحد وقتنا هذا بتعمل الطريقة دي وفاكرة إنها أفضل طريقة. في فيديو النهاردة هتعرفي معايا أحسن وأسهل وأفضل طريقة لعمل الكحك بكل سهولة وبكل بساطة. يعني لو مبتدئة هتعمليه بكل سهولة، فعلا بمعنى الكلمة بيدوب في البق، خفيف جدا وناعم جدا بمقادير منتهى البساطة. حتى كمان الملبن اللي احنا حشيناه بيه طري ومنشفش خالص. يعني بعد الفيديو ده هتعملي احلى كحك في الدنيا وهتعمليه مظبوط 100%، وكمان القطمة بتاعته وانتي بتاكليه مرتاحة فيه وعايزة تفضلي تاكلي فيه كده وتخلصيه كده من غير ما تحسي، وان شاء الله هيطلع معاكي زي كحك افخم المحلات. تابعي معايا الفيديو للآخر علشان كل أسرار الكحك والتسوية والملبن الطري كلها في الفيديو ده. وقبل ما أبدأ الفيديو، أنا أسماء طاهر، أول مرة تشوفوني اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، ويلا نبدأ في الفيديو بتاعنا. أول حاجة معايا كيلو من الدقيق اللي استخدمته الماركة اللي انتوا شايفينها دي. أول خطوة معانا وهي مهمة جدا ما تتخطوهاش، ان احنا بننخل الدقيق. نخلنا كيلو الدقيق زي ما شايفين بالشكل ده، وبعدين بنضيف على الدقيق نص معلقة صغيرة بيكنج باودر وبرضو بنعديها على المنخول. ما يكونش كيك شيف، احنا مش بنعمل كيك، يكون اي ماركة تانية عادية. كمان هنضيف معلقة كبيرة من النشا وكمان نص معلقة صغيرة من الخميرة الفورية، وهنحطها برضو على الدقيق، مش هنسيبها، مش هنحطها بره تخمر ولا كده. المهم ان احنا نكون جايبين الخميرة من مكان مضمون، ومكان تكوني عارفة ان دايما بيبقى عنده ناس وحاجته بتتباع، مش مكان مش بيبيع خالص فتروحي تجيبي منه خميرة فورية. عشان تكون مضمونة ان هي هتتفاعل معاكي، ما تكونش يعني مركونة عنده بقالها كتير وفترة. كمان ضفت معلقتين كبار من السمسم، سمسم كده تكوني محمصاه ومدياله كده لون على النار خفيف بالشكل اللي انتوا شفتوه. وعندي اهم حاجة اللي هي ريحة الكحك، ودي ما نستغناش عنها، بس بشرط واحد. ريحة الكحك برضو مش اي حد ولا اي عطار تجيبيها منه كده وخلاص. ريحة الكحك لازم حد موثوق فيه ومحل معروف جدا، علشان المحلات دي بيعملوا ريحة الكحك فعلا فعلا بريحة جميلة ومضمونة 100%. ممكن برضو لو حابة تعملي ريحة الكحك في البيت برضو بتبقى رهيبة وحلوة جدا. وعندي كمان جوزة الطيب، بشرت حوالي، جوزة الطيب بتاعتي كانت وسط كده، مش صغيرة قوي ولا كبيرة قوي، خدت ربعها، يعني بشرت ربعها. حابة تبشري ازيد شوية نصها مفيش اي مشكلة برضو. وبقلب كل المواد الجافة اللي انا حطيتها معاكم لحد ما يمتزجوا تماما مع بعضيهم كلهم. وتاني حاجة معايا هكون محضراها هي السمن. السمن اللي استخدمته يعني سمنة عادية على سمنة بلدي، الاتنين مع بعض. قد ايه المقدار؟ 500 جرام ومعلقتين كبار. يعني لو انت ما عندكيش ميزان انا وزنتهم بالميزان. لو ما عندكيش ميزان فالكوباية بتاعتنا بتاعت الشاي اللي في كل بيت دي بتكون 200 جرام، فانت هتاخدي منها كوبايتين ونص ومعلقتين كبار، يعني نص كيلو ومعلقتين كبار. وهنا ما ادحدهاش، لا، انا هنا يدوب حطيتها بس ساحت فقط لا غير. وهنا كده سايباها تهدى شوية على بال ما انخل السكر البودرة. والسكر البودرة يستحسن انك انت تكوني طحناه في البيت، افضل بكتير، علشان بتاع الشارع بيبقوا ضايفين له نشا وكده. فخدت معلقتين كبار من السكر البودرة ونخلتهم برضو على منخل. والمعلقتين كبار عارفين اللي احنا قلنا عليهم 500 جرام، انا سيحتهم. وهنا بقى المعلقتين الكبار اللي ذكرناهم حطيتهم على السكر البودرة المعلقتين، وهبتدي ان انا مضرب يدوي او مضرب كهربائي زي ما تحبي. هنعملهم مع بعض جامد بالشكل ده لحد ما يفتحوا معايا ويبقى معايا كريمي بالشكل اللي هتشوفوه كده، الشكل اللي احنا عايزينه. خلاص وقفنا. هنا بقى نبتدي على الدقيق بتاعنا، هننزل بالسمن
وهكون كمان محضرة جنبي مية دافية، لازم تكون دافية. مية قد ايه؟ نص كوباية من المية ومعلقتين كبار، هنسيبهم كده احتياطي اذا احتاجناهم، هنشوف دلوقتي. اهم حاجة معايا في المرحلة دي ان احنا نبس الخليط بتاعنا كويس، ما نعجنوش، لأ، نبسه كويس بالشكل اللي هتشوفوه دلوقتي، ونخدمه كويس قوي قوي قوي. هنا نزلت برضو بالسكر البودرة والسمن اللي انا عملتهم مع بعض، وهبتدي ألم العجينة بتاعتي بالشكل اللي هتشوفوه ده. ألم العجينة معجنش خالص بإيديا، ألمها كويس قوي وابسها كويس قوي 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 لحد ما اتأكد ان خلاص العجين بتاعي والدقيق بتاعي اتشرب من السمن كويس قوي. وابتديت انزل بالمية بتاعتي، بنلاقيها محتاجة مية تاني، ان احنا بنحسها. هنا انا نزلت ربع مية، وهي خدت معايا نص كوباية، وبعدين المعلقتين بقى نزلت بيهم معلقة بمعلقة، وفعلا هي كانت محتاجة معايا النص كوباية والمعلقتين الكبار، مزودتش عليهم، لحد ما نلاقي العجينة بتاعتنا خلاص بقت كويسة معانا وما بتشققش وبتتشكل معانا بالشكل اللي شفتوه ده. كده خلاص هي مش محتاجة حاجة يعني تاني. هنبسها حوالي من ربع ساعة لتلت ساعة، لو على العجان برضه هيبقى افضل وهترتاحي اكتر من الايد، بس انا بعمل لكم علشان لو محدش عنده عجان. ومهم ان احنا ما نزودش ميه عن ما ذكرت علشان تبقى معانا ناعمه وحلوه وما تكونش خشنه. كمان عندي الملبن بقى، الملبن ابتديت ان انا ايدي الاتنين كفوفي احط فيهم سمن، ادهنهم بالسمن وامسك الملبن واكوره واسيبه على جنب، ودهنت الطبق كمان بالسمن، وده حلو بيخليه برضو ما ينشفش معايا، بيساعد معايا ان هو ما ينشفش. وكمان هقولكوا ايه تاني واحنا مع بعض في الفيديو. شايفين كده الخليط بتاعي متجانس وناعم وكل حاجة فيه كويسة، وبالشكل ده كده كيس بنقطعه وبنغطي العجين، ما بنسيبوش كده علشان ما ينشفش واحنا شغالين، فهيكون متغطي ومحافظين عليه. وناخد زي ما شفتوا، وهنبتدي ان احنا بفتحها بالشكل ده وادخل جواها الملبن بتاعي، وبعدين اقفلها بالشكل ده، وبعدين اكورها بشويش خالص، ما اضغطش عليها علشان الملبن ما يمسكش في العجينة ويبقوا مع بعض قطعة واحدة، لا احنا عايزينه يبقى جوه ظاهر وباين. وقطعة العجين كده اللي ناخدها تبقى حوالي من 22 ل 24 جرام، دي كحكاية حجمها حلو ومناسب كويس. وبعدين هنبتدي نحط في الصينية بتاعتنا، عايزين بقى نعملها بالبصامة. البصامة دي ما كانتش بتبصم حلو فما حبيتهاش، ما اشتغلتش بيها، الستانلس بيبقى احسن حلو في الشكل ده بالذات. ولو حابين تعملوا بالحاجات البلاستيك اللي هي بتبقى القوالب اللي بتطلع الشكل على طول، برضو زي ما تحبوا، منقاش زي ما انتوا بتفضلوا. هنا طبعا كملت على الارض بقى وقعدت عشان خلاص ما كنتش قادرة اقف، وبنتي طبعا ما كانتش سايباني، ربنا يحميها. بالنسبة بقى للتسوية، ودي برضو مهمة جدا، الفرن بتاعي بيبقى على درجة حرارة 180، وبنحط الشبكة في النص رف اوسط يعني، وبنحط الصينية بتاعتنا وبنسيبها وبنتابعها نمسك الصينية كده، نهز الصينية. أول ما نلاقي الصينية بتاعتنا الكحكاية فيها بتتهز كده خلاص احنا بنطلعها، الكحك بيبقى طري، ممكن يظهر لك ان هو لسه مستواش، تفضلي سايباه يتحرق، فمجرد ما هي تتهز معانا في الصينية بنطلع الصينية، نسيبها تهدى وننقل الكحك بتاعنا عادي خالص. هنا بوريكم اللون اللي من تحت، لو انتوا عايزينه ذهبي كده شوية بتخلوه ذهبي كده شوية، يعني بعد ما بتهزوها ممكن لو عايزين تسيبوها كام دقيقة كمان تاخد لون ذهبي من تحت بالشكل اللي وريته لكم زي ما تحبوا. برضه هوريكم شكل تسوية تاني، اول ما هزتها طلعتها على طول فكانت من فوق فتحة وتحت فتحة، كان ذهبي مش ذهبي يعني مش غامق شوية، افتح سنة، وكانت منتهى الجمال. اشتغلت كله بالشكل اللي انا هوريه لكم التاني، مش اللي انا لسه موريه لكم دلوقتي اللي هو الدهبي من تحت اغمق سنه، لا، خليته افتح شويه. اما الفرن بتاعكم لو حامي، يعني مثلا 180 دي عندكم هتبقى عاليه وحاميه، فانتوا قللوها عن 180. اظن مفيش ابسط ولا اسهل من كده. حبيت جدا ده، سهل لي الموضوع بالنسبه لأنا جنبي اولاد، فالموضوع كان بالنسبه لي صعب، فاستسهلته على طول كده وخلصت. وده كان شكله فاتح من بره وكمان من جوه وكمان من
القاع ده غامق ومحروق ويبقى طعمه كده في البق مش حلو، لا ده بالظبط مظبوط بالملي زي كده ما بنشتريه من افخم المحلات. والملبن من جوه طري وطعمه حلو وخفيف على المعدة وكمان بيدوب في البق، كل حاجة فيه مظبوطة 100%. ضمن المقادير ولا تعقيد ولا أي حاجة، يعني لو مبتدئة أو أول مرة تعمليه هيطلع معاكي مظبوط وناجح معاكي 100%. حتى كمان لو مش ضايفاله سكر بيبقى طعمه منتهى الجمال وبتبقي عايزة تاكليه كده وتخلصيه من جماله. اهو الكحكة اللي انا بوريها لكم دلوقتي دي اللي كنت بقلبها لكم، انا مشيت على الشكل ده اللي هو التسوية اللي من تحت دي، مشيت عليها الكحك كله. اول صاج بس اللي طلعته من تحت دهبي سنة بسيطة بس برضو كان جميل، مش محروق ولا اي حاجة خالص، فانت زي ما تحبي ده حسب ذوقك انت، المهم ما تغمقيش في الكحكاية علشان طعمها يبقى حلو معاكي. شايفين بيدوب ازاي والملبن من جوه ازاي طري وجميل، حاجة كده روعة وتحفة قوي. يستحسن انك تسيبيه كله ابيض كده، ولما تيجي تاكلي منه ترش عليه السكر بتاعك، يبقى كده حلو وطازة وجميل جدا. انصحكم تعملوا الكحك في البيت وما تشتريهوش، واي حاجة اعملوها في البيت بتبقى افضل بكتير من انك تجيبيها من بره. وكل سنة وانتم طيبين وبخير دايما يا رب. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ولو عجبك ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب، وباي باي، اشوفكم في الفيديو الجاي على خير ان شاء الله.